التعامل مع ميدان التحرير أخذ جوانب كتيرة قوي في الإعلام المصري. فجأة بقى عندك مشكلة، ميدان التحرير ناس قاعدة في الميدان مش راضية تمشي، وناس عمالة تنزل الميدان، مظاهرة مليونية يجوا ومظاهرة ألفية يجوا، محاولات مستميتة شفناها على مدى أيام ويمكن أسابيع علشان تمنع الناس من إنهم ينزلوا ميدان التحرير. مثلا شفنا محاولة الإيحاء بوجود أجانب وعناصر خارجية ومؤامرة. هو أجانب كتير. أن هناك فئة خاصة داخل ميدان التحرير، أن هناك محرضين وانتماءات سياسية مختلفة وعناصر خارجية موجودة في ميدان التحرير. اللعب على مشاعر الناس. يا كل شاب خدت له الدم ده دمي. الإحساس بالذنب. والله أسفين يا بابا مبارك، سامحنا، أسفين أنت عبينا. حتى الفتوى بتحريم نزول المظاهرات. وأكد شيخ الأزهر أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل، أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل تعد حراما شرعا. لكن الناس فضلت تنزل الميدان، فبدأت تظهر من حيث لا ندري أدلة على وجود مؤامرات وفلوس ووجبات. والله العظيم جهة خارجية و50 جنيه للي بيدخل. شفت ده؟ من كنتاكي في وجبات بتيجي وفي بطاطين بتيجي وخيم بتيجي وكل حاجة موجودة هنا. أنا عايز بالمناسبة ديت أهني صاحب الفكرة العبقرية اللي قال إن في فلوس ووجبات كنتاكي. أستاذ، لما تحب تمنع الناس إنها تروح مكان ما تقولهمش إن في فلوس ووجبات، لأن ده سبب أقوى إن هم يروحوا الميدان عشان ياكلوا وجبة كنتاكي دينر بوكس وياخدوا لهم 50 أو 100 جنيه أو 100 يورو على حسب التسعيرة بتاعت يوميها. لا واليورو شيء كمان طبيعي باليورو. المهم الناس فضلت تنزل الميدان وتروح ويزيد عددها، فكان لازم ندور على حلول أقوى شوية لمنع الناس من نزول ميدان التحرير، منها التحذير. نداء عاجل من التلفزيون المصري بضرورة إخلاء الميدان على الفور، وذلك حرصا على سلامة الجميع، فقد وردنا أن هناك عناصر إثارية تتجه الآن إلى الميدان وبحوزتهم كرات من النار وهم يريدون حرق الميدان. التقليل من شأنهم. اللي العيال الصيع دول بقى، أنا آسف في اللفظ يعني. المطالبة بتدخل الجيش. والله لو دانة واحدة هتطلع من دبابة كل الجبنة مش المصريين الموجودين في ميدان التحرير هيجروا وهيسلموا نفسهم. ومعانا اللي هو أركان حرب طلعت زكريا. خليني ألخص لكم بالظبط الأستاذ طلعت زكريا كان عايز إيه. طلع دبابة، اضرب طلقة في السماء في الهواء، كل الجبنة دول هيجروا. هو كان بيطالب إن دبابة تخش الميدان وسط العمارات وتضرب دانة مدفع في الهواء، وده طبعا هيؤدي ان الناس كلها هتجري، مش المصريين الجبنة بس هم اللي هيجروا، وده طبعا على اعتبار ان القوات المسلحة مضيعة الميزانية بتاعتها على شراء أسلحة صوت. محدش يا جماعة عنده فكرة عدلة، فكرة تدل على تفكير تكتيكي استراتيجي، فكر منهجي، خطط كده هو ولعب على الجنبين. المظاهرات دي لازم تبقى مستمرة، مفيش عقل. احنا شوية ناس تهيجنا على فيسبوك. ده كان الكابتن ابراهيم حسن. كابتن ابراهيم، عندك فكرة تطلعنا من المشكلة اللي احنا فيها ديت؟ لو احنا هنعمل خطة محكمة على الناس دي، هننزل شيكابالا يلعب راس مثلث ولا عمرو زكي وميدو، صح؟ دي اللي كنت عايز تقوله؟ صح. عندنا حلين، الحل الاولاني ولا حد يطلع ولا حد يخرج، وما حتى ما يخش لهم ما يخشلهمش بقوا ميه ولا ادويه ولا اكل ولا شرب لحد ما يقولوا، لحد ما يرفعوا ايديهم والرايه ويمشوا. التجويع مثلما فعلت قريش مع بني هاشم حتى يرجعوا الى دين ابائهم. المدهش مش اقتراح ابراهيم حسن بخراطيم الميه والتجويع والحصار، المدهش رد فعل مذيع التلفزيون المصري الرسمي. ما الحلول ديت يا كابتن ابراهيم ما نفعتش معانا. والله يا كابتن ابراهيم، يعني والله حاولنا، والله خراطيم ميه مش نافع، تجويع مش نافع، حصار والله يعني سم طيب نحط لهم مش عارف يعني مش يعني ما بيموتوش رصاص حي حتى.
مفيش حد عنده فكرة تانية عدلة نطلعهم من ميدان التحرير ازاي؟ مفيش مشكله يعني ان حد يولع فيهم بصراحه.